سلطة وانقلاب. فماذا عساي بهذا الوجود؟ يقولون إني بشر من تراب، فهل إنني من فصيل الغبار أو من فصيلة ذكور التباب؟ كل التضاريس في مهجتي لها استواء لها انسكاب. تروني بنيات قلب الرسول، تروني بإنكار أهل الكتاب، وأني تلاقي بلا موعد، وأني شتات بلا اقتراب، وأني جواب سبق للسؤال، وأني سؤال يليه الجواب، وأني سعادات لا تنتهي، وأني مسيرات للاكتئاب، وأني بشاشة بوجه الظلام، وأني مرارة بحلق الكتاب، وأني جفاف بقلب الرمال، وأني أنا سيل وادي مذاب. على قبضتي تشتعل ثورة، وفي أضلعي سلطة وانقلاب، فخطوة تسير بكل ثبات، وخطوة تسارع إلى الانسحاب. بأعماق روحي شعوب تصيح، وآمال صرعى لكل شباب. طري المجاعات في سفرتي، عليها المنايا تسيل اللعاب. تطير المآسي بأسرابها إلى مهجتي عبر 2000 باب. بكفي حمولات كل الشعوب، وفي ذاكرتي ملف الخراب. فليت الحياة وسكانها يمر علي مرور السحاب. توارى وجودي فيا ليتني أسافر إلي ذهابا إياب. فمن يكتشفني لعلي أعود، فأطوي بقربي سنين الغياب. بودي في العمر لو ألتقي بروحي ولو خلسة بالشعاب، لأحيا مسلسل حياتي القديم، حياة الطفولة وما لذ وطاب. فلا تنقضي ليلتي بالعراق، أعاني ووحدي بجرحه مصاب، ولا في القطاع المحاصر هناك أواجه بدنياه كل الصعاب. ولا الشام فيها مقامي يطول، ولا في فلسطين ألقى العذاب. هنا في بلادي ولكنني أعاني من البعد والاغتراب. فوقتي كما كان ملك الجميع، وشيكات عمري لدفع الحساب. كأني أنا من يدير الأمور، كأني بطل فيلم وادي الذئاب. هنا يا رفيقي طريق يطول، وأقدام لا تستطيع الذهاب. فأقوام يقضي عليها الظمأ، وأقوام يقضي عليها الشراب. وطغيان في ثوب أهل التقى، وإيمان لابد أن يستتاب. مفاهيم شتى ولكنها يقولون أعمارها كالسراب. متى صار يدنو علينا الضحى، ترى الليل تكتيكي الانسحاب. الشاعر خولان منصور الشريف.